السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وهنا وفي احسن حال يا رب. النهاردة ان شاء الله هنحضر مع بعض الطعمية او الفلافل بطريقة سهلة وبسيطة وهتطلع معاكي مظبوطة من اول مرة. اول حاجة هنا معايا نص كيلو من الفول زي ما انتم شايفين كده نقعته ليلة كاملة. وبعد كده معايا حزمتين من الكرات وبصلتين صغيرين ومعايا 10 فصوص من الثوم. زي ما انتم شايفين كده معايا الكبة بتاعتي بحط الكمية اللي انا عايزاها، وبعد كده بفرم على طول. بفرمها في الكبه بالطريقه دي، بضيف عليها شويه ميه صغيرين خالص. لو مشيت معاكي من غير ميه تمام، لو مش مشيت معاكي من غير ميه تحطي عليها شويه ميه صغيرين خالص عشان ما تفكش معاكي في الزيت. وعلى فكره تنفع معاكي في الخلاط، بس ما تزوديش ليها ميه خالص، يا دوب بس تلف معاكي وخلاص. لو الخلاط او الكبه بتاعتك مش بتلف معاكي من غير ميه، تحطي فيها شويه ميه صغيرين زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده. وده بتكون الشكل بتاعها بعد الفرم، مش ناعمه قوي وكمان مش خشنه، علشان ما تفكش معاكي في الزيت. ولما بتلعب معاكي زياده عن اللزوم مش هتطلع معاكي مظبوطه وهتفك معاكي وهتكون القوام بتاعها مش مظبوط. زي ما انتم شايفين كده انا بنعمها بس مش ناعمه خالص. كل مره بعمل بنفس الطريقه شويه ميه صغيرين خالص علشان تلف معايا، بس انا مش عايزه ازود ميه خالص، انا عايزه الميه بتاعتها او القوام بتاعها تكون ناشف علشان ما تفكش معايا. بخلص الكمية كلها بنفس الشكل كده. وبعد كده المكونات بتاعتنا بتكون عبارة عن فلفل اسمر وكمون وشوية كمان من الكزبرة، معلقة كبيرة كده من الكزبرة الناشفة، وكمان معلقة من الشطة لو حابة تضيفي عليها شطة، وشوية من الملح حسب الرغبة. يعني بتظبطي الحدق بتاعها كده حسب ما انت عايزة. بس اساسي لازم معلقة كبيرة من الكزبرة الناشفة، بتديها ريحة خطيرة وطعم تحفة بصراحة. بعد كده تعالوا نجربها كده مع بعض، اوريكم شكلها بعد ما عملتها على طول. شويه صغيرين خالص من البيكنج باودر زي ما انتم شايفين كده، شويه صغيرين خالص على طرف المعلقه ما تكتروش. طبعا معايا الزيت بتاعي سخن، هنزل على طول بس لازم زيت يسخن الاول، وبعد كده بشكلها بالشكل اللي انتم شايفينه ده. طعمها وريحتها كانت جلبة الدنيا. لو جربتوها في البيت ان شاء الله انا متأكدة مش هتشتروها من بره تاني خالص. طريقتنا سهلة وبسيطة وكمان طعمها حلو جدا ونظيفة، وكمان الكمية معاكم محترمة جدا. بنص كيلو بس من الفول يعني ب20 جنيه هتعملي كمية حلوة جدا. شايفين شكلها حلو ازاي؟ وكمان مش شاربة زيت ومفكتش معانا في الزيت. مش قادرة اقول لكم على حلاوتها. في علب كده زي ما انتم شايفينه، وبحفظها في الفريزر قبل ما بستخدمها بساعه او ساعتين، بطلعها تفك معايا وبستخدمها زي ما انا عايزه. زي ما انتم شايفين كده. يا رب يكون الفيديو افادكم، ولو انت اول مره تشوفيني يا حبيبه قلبي بالله عليكي ما تنسي تنوريني بالاشتراك وكمان اللايك وكمان الكومنت الحلو. ولو بتتابعيني من على الفيسبوك ما تنسيش المتابعه وكمان اللايك وكمان الكومنت الحلو. ربنا يسعد ايامكم جميعا يا رب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.